كده بقى لزقة، ولزقتها على قلب الكلمة في قلب الكتاب كده. ماشي. ليه؟ عايزين نعرف عملت كده ليه. بتقولك عشان لو اللزق جه على كلام في قلب الكتاب بتاعك ومش عايز تشيله عشان ما تبوظوش، هتشيله بالطريقة دي. شفتها زمان دي جميلة. معلومة مفيدة برضه. بصوا يا جماعة، لو شلتها كده مرة واحدة تبوظ، لكن لو شلتها كده تطلع الكلام سليم. ماشي. مسمار مكانه باظ. ماشي، هتعمله ازاي؟ هتجيب حتة سلك نحاس وتلفه عليه كده بنفس الطريقة. ماشي، بس على ما اظن مش هتنفع. سخنها وحطها. ماشي. عمل القلاووز بالسلك النحاس جامدة جدا. لا بجد انا عندي حاجات كتير يعني، بجد هبتدي اصلحها بسبب الفكرة دي. جميلة. لو نسيت ارقام القفل بتاعك، هتجيب بلاستيكة زي كده وتحطها. يا ولاد اللذينة، يا ولاد اللذينة، بصوا البلاستيكة ما تنزلش الا على الرقم اللي هو المطلوب. جميل. ماشي. الشاحن بتضايقني الحتة دي في الانتريه بقى. يا ولاد اللذينة، عملوا لها مجرى بتطلع وتنزل ويمين وشمال. بجد جامده. وحياة حبيبك النبي، لو وصلت معانا لحد هنا دوس على اللايك والاشتراك وصلي عليه في التعليقات.